نحترمه ونحبه بطريقة خاصة. هو منع، سبق أن منع في 2017. أعتقد أن هذا المنع سواء في المرة هذيك أو في المرة هذه مش أسبابه داخلية فقط، مش إزعاجه، لا، بس هو أنيق في كلامه وحتى في نقده، وغير عدواني أو عدائي بطريقة كما نعرف عند بعض الناس. بالعكس، رجل متاع حوار ومتاع إمكانيات وطروحات فكرية وبدائل وإلى غير ذلك. أنا أعتقد السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم مروكو فوريفر. نتمنىكم وكعادتنا صادقين بألف خير وسلام. فعدنا إليكم بفيديو جديد، لقاءنا يتجدد مرة أخرى، فلا تنسوا دعمنا أيها الأصدقاء لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. فلكي لا أطيل عليكم نخليكم تشاهدوا الفيديو، نتلقاو إن شاء الله في النهاية. كانت تحب الامير المغربي هشام العلوي زاد منع من الدخول البارح. منع من الدخول هي يا اما اس 9 والا اس 15، قالوا نفهموا شويه، يا اما يرجعوه طول والا يستشيروا الداخليه الاداره نتاعهم باش يرجعوه الا لا باجازته. وبعدك نرجع ناخذ من عندكم كلمه شنو صار له في المطار. هو الخبر خرج من الاول في صحيفه القدس العربي، تقول فيه ان السلطات التونسيه منعت الامير المغربي هشام العلوي من انه يدخل تونس. كان جاي هوني باش يشارك في ندوه ثقافيه دوليه حول الربيع العربي اللي منظمتها الصحيفه الفرنسيه لو موند دبلوماتيك. كان باش يلقي محاضره حسب صحيفه القدس العربي باش يحكي فيها عن افاق الربيع العربي وتراجع الثوره المضاده وكذلك شعبويه بعض الأنظمة السياسية اللي انبثقت بعد الربيع العربي. يقول كان تعامل الأمن لائق ومحترم، ولكن ما قدمولوش التبريرات المقنعة علاش تم منعه من الدخول إلى تونس. هذا كان في اتصاله مع صحيفة القدس العربي. هما ما يبرروش للتوانسة باش يبرروا معناها الأجنبي جاي في إطار ندوة، احنا ما نعرفوش رواحنا 18 ولا لا. خلينا ناخذ الأخبار. منع الامير المغربي هشام العلوي من الدخول. شيماء، انت كنت باش تحضر هذه الندوه وكنت تعطينا فكره على برنامج هذه الندوه. حسب رايك شنو هي الاسباب اللي شنو هي الاسباب اللي خلات في المطار يرجعوا ولا يرحلوا الكلمه الاقرب هذا الامير المغربي هشام العلوي؟ ساعة نحب نقول انه المنع نتاع سفر نتاع الناس هو زاد منع للناس اللي ممكن كانوا باش يحضروا او فسرت لنا اس نتاع الدخول. عندنا ثلاثه يتعاملوا مع اللي قادمين ولا اللي خارجين. هذاك علاش السبب مهم يكون معروف، خاصه اذا معناها عنده تداعيات اكبر او خارج نطاق الشخص هذاك. هشام العلوي اكثر مثال. انا كنت باش نحضر للندوه اللي هي كان المفروض تكون غدوه 10:30 حول المغرب العربي في زمن السياسات الشعبويه. دوك لهنا اذا نحبوا نعملوا تحليل على الاسباب نتاع المنع. عنوان الندوه فما زوز معلومات انا يظهر لي مهم. هو كان المتدخل الرئيسي، إذا هو كان باش يقدم مداخلة يبدو أن هي في إطار معناها مقال كتبه في سبتمبر في 22 في صحيفة لو موند اللي هو اسمه الانتصار الهش للثورات المضادة في العالم العربي. إذا فما يعني نجموا نشوفوا فكريا نوعا ما شنو نوع المداخله اللي باش تصير. وكانوا باش يعلقوا على هذه المداخله سيرج حليمي، اكرم بالقايد، وحاتم النفطي، اللي هما ايضا كيجي تشوف نوعيه الافكار نتاعهم فيها نقد شديد على الاقل لقيس سعيد في بعضهم. لكن هذه مش اول مره. لحظه في 2017 ايضا ما دخلش. تمنع شخص كي من هكا اللي هو تمنع قبل في 2017. انت ايضا قد تمنع انه نقاش كي من هذا يصير. ما هيش فقط قد تمنع الشخص هذا يجي، هو جاي في اطار واضح نتاع الزياره نتاعو، وقد تمنع انه مثل هذا النقاش ممكن الشرعيه اللي هو ممكن يعطيها ليها او ما نعرفش. انا بالنسبه لي هو ايضا منع لي الانشطه اللي كان ينجم يشارك فيها، ومنع انه مثل هذه النقاشات تصير. هم حتى منظمي هذه الندوه كلمنا نحن المنظمين تاع الندوه في لو موند دبلوماتيك، قالوا بانه هشام علوي الان مش عارف شنو الاسباب اللي منعوا من دخول تونس. ما عطاو كما قلت ابتسام حتى تفسير به، واللي هو لازمني نضيف معز. يعني احنا في
تونس كنا نفتخروا انه هي كانت في المنطقه هذه مكان اللي هو بالامكان القيام به بانشطه مماثله ممكن في بلدان اخرى ما نجموش. مثلا الطبعه العربيه لجريده لو موند اللي هم بالضبط باش نكونوا دقيقين يعني كانت لهنا المقر ولهنا تقوم بالانشطه بتاعها، كانت تصدر من هنا على الاقل النسخه الورقيه. فهذه حوايج قاعدين نشوفوا بشويه بشويه تراجع على اشياء ممكن ما كناش ناخذوها على محمل الجد برشا، انه هي كانت اشياء استفدنا منها بعد التصريحات ايضا اللي اثارت جدل هذا الاسبوع. نحكي شويه اي مثال الشيء طبعا. شوف الامير هشام هو كان امير ولكن نزع من لقبه ومنذ عهد عمه الحسن الثاني مش محمد السادس. بالعكس هو اصدقائه وولد عمه كاشخاص. الامير كان مزعج في المغرب من زمان، وكان يكتب في الديمقراطيات وفي حقوق الإنسان، وهو محاضر في الجامعات الأمريكية وعلى درجة عالية من الحب وعلى الأقل تفاعله مع فكرة المغرب العربي. وفي هذا النقطة أنا نحترمه ونحبه بطريقة خاصة. هو منع سبق المنع في 2017. أعتقد أن هذا المنع سواء في المرة هذيك أو في المرة هذه مش أسبابه داخلية فقط، مش إزعاجه، لا بس هو أنيق في كلامه وحتى في نقده، وغير عدواني أو عدائي بطريقة كما نعرف عند بعض الناس. بالعكس رجل متاع حوار ومتاع إمكانيات وطروحات فكرية وبدائل وإلى غير ذلك. أنا أعتقد أن المنع هذا منع من الخارج، يعني مثلا هكا مراعاة لظروفهم ولعلاقتهم مع المغرب وليس بطلب من المغرب، لا أقول ذلك، لأن المغرب لا يعني وهو لا يطلب من كل الدول أنه يمنعه الأمير، ما هوش عدوه هو ما شكون اللي نجم يكون طلب من خاطر هذا إجراء حدودي معناها. مرات التوانسة ثم إزعاج إلى حد ما بناء على طرد سابق أيضا مذكرته أو اسمه ما تنحاش لم ينزع، ثم أنه تقديم هكا تقديم خدمة للمغرب، لأنه يعتبروا روحهم يعني أذنبوا أو إلى حد ما أو تقاعسوا. تصليح لاستدعاء زعيم جبهة البوليزاريو مثلا، تصليح مثلا نوع من هكا إصلاح ذات البين. والأمير هشام أنا في تقديري لو ربما هو جاء يعرف روحه باش يمنع، لكن جاء يجرب مرة ثانية. باهي الإجراء الحدودي اللي يناسبه هو منع من الدخول S9. فسركم علاش؟ على خاطر وقتها جراج سعيدة جراج قالت بأنه الباجي قايد سبسي ما يعلمش انه وقع ترحيله اللي هذا هو S9. الاس 15 وزارة الداخلية الاس 15 يقول بانه يستشير الاداره يستشير الاداره. المره اللي فاتت رحلوه من غير ما اعلموا اللي هي الاس 9. ابتسام بين التصريحات اللي اثارت جدل هذا الاسبوع. كيف ما شاهدتم معنا الأصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى أنه يكون الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أنكم تفعلوا زر الجرس، خلوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر بعنوان آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.